السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات في موديل جديد من الموديلات الصيفية. هذا الموديل خفيف وسامبل وحلو وروعة في اللبس تاعو. واش راح نحتاجو في هذا الموديل البنات؟ كما راكم تشوفوا السلعة ما كانش نهائيا. عندي 2 متر من هذا لافيبران، وبالنسبة للقالون عندي فقط 1.5 متر. كي تحبوا تخدموا هذا الموديل نفسه، كي تحبوا تزيدوا السلعة ولا القالون تحتاجوا حوالي 3 مترات البنات. نروح مباشرة لطريقة التفصيل. هنا راح نفصل معاكم في صالة دروات عادية جدا. اول حاجة راح نطوي القماش من جهة العرض مباشرة. نحي معكم حق لي مونش، نحيت حوالي قيمة 25 سنتيمتر، ونعاود نطوي القماش. هنا كنت طويته من جهة الطول ونعاود نطويه من جهة العرض، يعني لا ليزير راح تكون على الجهة العلوية. لاحظوا معايا بعد ما طويت القماش على 4 بهذا الشكل. هذه القطعة اللي من هنا راح نسفج بها الموديل. هنا كنت فصلت معكم باه ما يجيكمش الفيديو طويل. نعطيكم مباشرة القياسات. عرض الكتفين درت فيه قيمة 20 سنتيمتر، ننزل بخط التركيز بقيمة 21 سنتيمتر، دورة الصدر درت فيها قيمة 31 سنتيمتر، وننزل لدورة الخصر بقيمة 18 سنتيمتر، ونعين معكم دورة الخصر راح ندير فيها قيمة 30 سنتيمتر، ونخرج مباشرة إيفازي من دورة الخصر. هذا الموديل ماهوش راح يكون إيفازي ياسر لأنه في صالة دروات، يعني مطوي على 4. اللي تحب الموديل يكون إيفازي دير في صالة الداخل في الخارج. الرقبة فيها 8 سنتيمتر. هنا الميلان تاع الكتف درت فيه قيمة 2 سنتيمتر. ونرسم معكم حردة الإبط عادي جدا. ما تنساوش في الجهة الأمامية تدخلوا بحوالي نصف سنتيمتر باه ما يجيكمش الموديل منفوخ. نفصل معكم لي بانس. ندخل بقيمة 10 سنتيمتر من دورة الخصر اللي هي المسافة الموجودة بين الحلمتين تقسيم 2. لي بانس العرض تاعهم راح ندير فيهم 2 سنتيمتر، واحد على اليمين وواحد على اليسار، ونرسم هذا المعين كما متعودة اني نخدم معكم. نطلع بقيمة 12 وننزل بقيمة 10 سنتيمتر. كما تقدروا انكم تحددوا طول الصدر، على الاغلب بيكون قيمة 27 سنتيمتر. راح يطيح لكم لي بانس طول تاعهم 12 سنتيمتر تماما. نروحوا مباشرة نفصل معكم هذا الباترون. لاحظوا معايا بعد ما فصلت هذا القطاع كما قلت لكم راح نسفج بهم الرقبة الامامية والخلفية. هنا راح نفصل جهة الامام على جهة الخلف، لانه الرقبة الامامية كما قلت لكم راح تكون رقبة جمون فول البنات، يعني تحتاجوا انكم تفصلوها هي مفتوحة، ولكن في هذا الموديل راح نفصلها لكم وهي مغلقة. ركزوا معايا فقط. نعاود نرجع القطعة الامامية على بعضها بهذا الشكل. هنا ركزوا معايا البنات. الرقبة درت فيها 8 سنتيمتر، والارتفاع راح ندير فيها قيمة 18 سنتيمتر. اللي تحب انها تفتح اكثر كما تحبوا البنات تقدروا توصلوها حتى ل 20 سنتيمتر، يعني حسب الرغبة. من هذه الجهة راح نرسم معكم رقبة كاري عادي جدا. هذا الرقبة البنات راهي مقسومة على 2 جهة راح تكون دائرية وجهة راح تكون كاري. تقدروا تفصلوها بهذا الشكل. نفس القياسات الجهة الثانية 8 سنتيمتر، والعمق تاع الرقبة ندير فيه قيمة 18 سنتيمتر. نرسم هذا المربع. من هذه الجهة راح نرسم معكم رقبة دائرية، يعني جهة راح تكون الرقبة تاعكم كاري وجهة راح تكون الرقبة تاعكم دائرية بهذا الشكل. بهذه الطريقة رايحين تتحصلوا على رقبة جمون فول البنات، كل واحد كيف يسميها. لاحظوا معي النتيجة اللي تحصلت عليها من أسهل ما يكون، فقط تحتاج تعديلات. هذه النتيجة اللي تحصلت عليها، طريقة سهلة جدا. بالنسبة لي تخوفوا من هذا الأنواع تاع الرقبات راهي طريقة سهلة. هنا كنت ركبت لافيزين رقيقة خلاص رقم 1، ونعاود نرسم لكم باش تفهموا أكثر. من هذه الجهة درت رقبة كاري عادية جدا قياس 8 على 18 سنتيمتر، ومن هذه الجهة درت رقبة دائرية. وطبعا كي تفتحوها راح تكون فيها شوية تعديلات بسيطة فقط. هاوليكم البنات الشكل تاع الرقبة. واللي تحب البنات تفصلوا الرقبة مفتوحة بهذا الشكل تقدر تستعمل البيروكي بهذه الطريقة، سهلة على روحها الخدمة، ولكن أنا نفضل الطريقة الأولى. ومن بعد التعديلات قوموا بالتعديلات كما تحبوا. هنا راح نكسر هذه الزاوية فقط. هذا هو الشكل تاع الرقبة بأسهل وأبسط طريقة. نتمنى كامل تنجحوا فيها. رايحة نفصلها معكم وتشوفوا معي النتيجة اللي تحصلت عليها. كما قلت لكم القياسات راكم تقدروا تزيدوا فوق 18، يعني عندكم حرية الاختيار. لاحظوا معي بعد ما فصلت القياسات 8 على 18 سنتيمتر. راح تجي مستورة ماهيش عريانة تماما هذا الرقبة،
والخط اللي متبقي راح نكملو كامل بالقالون. يعني حاولوا انكم ترسموا هذاك الخط بالطباشير ولا بالقلم باه ما تضيعوش الطريق اللي تحطوا عليها القالون. مباشرة راح نفصل معاكم لي مونش. عندي هذه القطعة اللي فيها قيمة 25 سنتيمتر، نحطها جانبا ونفصل معاكم اولا على الورق، لانه هذا مونش كوربي جاي كروازي ما يحتاج اني نضيع القماش. باه ما تضيعوش البنات القماش حاولوا انكم تفصلوه اولا على ورقة تكون طويلة ومطوية على 2 بهذا الشكل، لانه المونش كوربي كي يكون كروازي نحتاجو منه قطعة واحدة فقط. تبعوا معايا اكيد راح تفهموا. نعطيكم اولا القياسات تاع الكوربي. القياسات تاع الكوربي تتحكموا فيها كيما تحبوا. انا راح ندير فيها قيمه 16 على 16 سنتيمتر. هنا كي تكون الزنده متوسطه، اما كي تكون الزنده شويه ضعيفه تنزلوا حتى ل 13 سنتيمتر. البنات ما تكبروش الكوربي ياسر كي تكون مولات هذا الموديل شويه ضعيفه من جهه الزنده. طبعا كي تكون جايه بصحتها ديروا لها 18 سنتيمتر. انا نفضل اقصى حد 16، ما نحبش اني نكبر عفوا الكوربي ياسر. هنا راني درت معاكم فقط قيمة 16. لاحظوا معايا من الزاوية في كل مرة نحط الشريط المتري ونعين قيمة 16 سنتيمتر ونربط بين النقاط. يعني فصلت معاكم مانش كوربي عادي جدا. راح نجيب المقص ونقص معاكم هذا الباترون اللي فيه قيمة 16 على 16 سنتيمتر. كما قلت لكم راكم تقدروا تنقصوا فيه عادي. بهذه الطريقة راح تحصلوا على مانش كوربي عادي كامل. تعرفوا طريقة التفصيل تاع هذا مانش كوربي. لاحظوا معايا هنا المنتصف هو محدد معايا على الورقة، ولكن انتم البنات حاولوا انكم تحددوا المنتصف على القماش. نعينوا فقط بالقلم. هنا بعد ما فصلت معكم هذا المانش كوربي قياسات 16 على 16 سنتيمتر، ركزوا معايا فقط كيف راح نخرجوا القطعة تاع الكروازي. هنا من النقطة اللي عينتها تاع الوسط راح نخرج بقيمة 5 سنتيمتر، من 5 حتى 6 سنتيمتر حسب الرغبة وحسب الميلان اللي تحبوه في هذا الكروازي. والجهة السفلية درت قيمة 3 سنتيمتر. تقدروا تستعينوا بالبيروكي بهذا الشكل ونرسم هذا الخط المائل. هنا راح تحددوا الكروازي تاع المانش كوربي، تحبوا توسعوا في الكروازي ولا تضيقوا كما تحبوا على حساب هذه القيمة اللي خرجنا بها من الجهة العلوية وأيضا الجهة السفلية. واذا حبيتوا انكم تغلقوا شويه في الفتحه تاع الكروازي لاحظوا معايا تقدموا شويه القياسات، يعني تخرجوا بقيمه 5 سنتيمتر على الجهه العلويه والجهه السفليه ديروا حوالي 2 سنتيمتر. لاحظوا معايا اللي درت فيها العلامه تاع الصح هي القطعه اللي رايحين تحتاجوها، وهذه القطعه ما نحتاجهاش. على هذه البنات لازم تفصلوا اولا الورق باه ما تضيعوش القماش وترميو القطعه الثانيه. هذا هو الباترون اللي تحتاجوه. اهم خطوه انكم تكرونتيو لي البنات جهه الوسط. هنا راني فصلت لكم على الورق وكرونتيت البنات. نجيب هذه القطعه اللي فيها عرض 25 سنتيمتر، نحط القماش يكون الوجه على الوجه. حاولوا البنات انكم ما تغلطوش، القماش يكون الوجه على الوجه والباترون يكون على الجهه العلويه. نحكموا كامل بلي زيبانجل، ضروري جدا البنات باه ما يهرب لكمش القماش. ونقص معاكم الباترون على الحافه مباشره. ولاحظوا معايا كيفاش راني كرونتي عفوا جهه الوسط، لانها خطوه مهمه جدا. اذا ريحتوا الكرونتاج البنات ما كنتش راح تحددوا المنتصف تاع المونش. لاحظوا معايا النتيجه اللي تحصلت عليها من اروع ما يكون. فقط راح نكسر هذيك الزاويه، يعني نحاول نديرها بشكل مائل وانتم كيما تحبوا البنات. عندكم حرية الاختيار، اللي تحب انها تفتح اكثر في الكروازي تبعدوا هذيك القيمة اللي بعد فيها بقيمة 3 سنتيمتر ديروا لها حتى ل4 ولا 5 سنتيمتر راح تكون الفتحة اكبر. لاحظوا معايا النتيجة اللي تحصلت عليها من اروع ما يكون. وطبعا راح تكون كشكشة على الجهة العلوية، والقالون متر ونصف راح يكفيني جهة واحدة فقط. كما قلت لكم اذا حبيتوا انكم تغلفوا الكروازي على جهتين بالقالون تحتاجوا حوالي 3 مترات. ايضا راح نخيط على الجهة العلوية كما راني نعت لكم، ونخيط معكم المونش اللي هو من اسهل ما يكون. تبعوا معايا فقط. نرجع مباشرة لماكينة الخياطة. اول حاجة كنت سفجت معكم الرقبة الامامية. طريقة تاع السفاج سهلة جدا، ما يحتاج اني نبقى كل مرة نعاود لكم. تحطوا قطعة على الوجه الصحيح وتحطوا عليها الجهة الامامية الوجه على الوجه، تسفجوا هذيك القطعة من بعد تكرونتيو وتعاودوا تضبعوا. انا هنا سرجيت الحواف وهذه النتيجة اللي تحصلت عليها. وايضا تسفجوا الجهه الخلفيه، ولكن الجهه الخلفيه ما تدبروش وتخيطوا، تسفجوا فقط يعني تخيطوا على جهه واحده فقط. دوك تشوفوا معايا الموديل. يبقى لي فقط اني نحط القالون بهذه الطريقه. اللي تحب انها دير حتى من الجهه الكاري كما تحبوا، فقط تزودوا من القالون. هنا راني نخيط الحافه مباشره
والخط كنت رسمته من قبل، يعني راني نتبع في الاتجاه تاع الخط فقط. يعني سهلوا على رواحكم الخدمة بهذه الطريقة. اللي تحب ايضا دير في الجهة الكاري، تحط القالون اولا على الجهة الكاري، من بعد تعاود تدور عليه بهذا الميلان. هذه النتيجة البنات سهلة جدا. نجيب معاكم الرقبة الخلفية اللي كنت خيطها على جهة واحدة فقط، نفتحها بهذا الشكل. يعني نفتح الرقبة الخلفية والقطعة تاع السفاج ونحط في الوسط الرقبة الأمامية. هذه الخياطة تاع الكتفين المخفية. تبعوا الخطوات خطوة بخطوة، أكيد راح تنجحوا. نفتح الرقبة الخلفية ونحط في وسطها الرقبة الأمامية ونخيط. هذه النتيجة اللي تحصلت عليها البنات من أروع ما يكون. يبقى لي فقط أني نعاود نخرج الخياطة على الجهة الخلفية ونعاود نثبتها. وطبعا من بعد راح ننظف الخدمة الداخلية ونحي هذا لافيزلين كامل، ونثبت القطعة تاع السفاج بالشريط تاع لافيزلين البنات. نرجعو هنا ليمونش، راح نخيط معاكم خطوة بخطوة. هذا الكم الكروازي اهم خطوه فيه انكم تكرونتيو جهه الوسط البنات، لانكم اذا ضيعتوا عفوا المنتصف راح تريحوا كامل الشكل تاع هذا الكروازي. لازم تحكموه بليزيبانغ بهذا الشكل. كي تكرونتيو الطريقه راح تجيكم سهله جدا. راح نسفج معاكم، ولكن اللي تحب انها دير كفه صغيره بهذا الشكل دور اللوتور تاع الكروازي كامل بكفتين بهذه الطريقه. اللي تحب تخدم بالطريقه اللي راح نعتمدها معكم اليوم تبعوا معايا فقط. ديروا شريطين العرض تاعهم حوالي 3 سنتيمتر. راح نشارك معكم الخطوه بالتفصيل، فقط التركيز. نجيب كل جهه تاع كروازي راح نسفجها وحدها. نحط الوجه على الوجه بهذه الطريقه والحافه على الحافه، ونخيط مباشره على بعد مليمترات فقط. مباشرة الماكينة تاع الخياطة. لاحظوا معايا راني ندور في القطعة تاع الشريط على حساب هذاك الكروازي. حاولوا تمشيو معها غير بشوية وما تجبدوش كامل هذاك الشريط، يعني القطعتين تاع القماش حاولوا انكم ما تجبدوهمش. كي نكمل طبعا راح نكرونتي خاصة هذا الميلان، وندور الخياطة بهذا الشكل. نحاول اني نخرج الخياطة مليح ونعاود عليها بخياطة تثبيتية على بعد مليمترات فقط. طريقة غير سهلة جدا. لاحظوا معايا بعد ما كملت هذه الزيادة كامل راح نديرها على شكل كفة بهذه الطريقة، وهنا راح نسفج بطريقة منظمة ولا فينيسيون راح تكون روعة. ندور على اللوتور تاع الكروازي، يعني القطعتين في زوز بنفس الخطوات. لاحظوا معايا النتيجة اللي تحصلوا عليها. يبقى لي فقط اني نلصق القالون كما قلت لكم. اللي تحب القالون يكون على الكروازي في الجهتين تحتاج حوالي 3 مترات. انا هنا راح ندير على الجهة العلوية فقط. نركبه بهذه الطريقة، لصقوا على الحافة مباشرة. نحاول كي نركب القالون نغطي به الخياطة باه الخدمة تكون من أروع ما يكون. يعني الأثر تاع الخياطة راح يختفي تماما. وطبعا هنا راح تبدلوا اللون تاع الخيط. هنا بدلت اللون في اللون الوردي، يعني بنفس اللون على جهة لا فينيسيون. الكروازي راح نخدم القالون على جهة واحدة فقط. هذه النتيجة اللي تحصلت عليها. نعاود نرجع للقطعة اللي كرونتيت منها، للجزء عفوا اللي كرونتيت منه. كما راكم تلاحظوا خطوة مهمة جدا في كل مرة راني نرجع له. وهنا راح نجمع هذه القطعتين بخياطة باه نثبت هذاك الوسط، ما نبقاش في كل مرة نراقب فيه ونحكمه بليزيبانغل. وتسهلوا على رواحكم ايضا الخدمة في جزء الخياطة على بعد مليمترات فقط. بهذا الشكل نكون كملت معكم طريقة تاع لامونش اللي هي من اسهل ما يكون. نتمنى فقط انه يكون الشرح مفهوم. تبعوا الخطوات اللي كنت شاركتها معكم. طريقة تاع التركيب تاعو ولا الخياطة من أسهل ما يكون. هنا في هذا الجزء تحبوا تخيطوا الكروازي ولا تثبتوه بغرزة واحدة فقط كما تحبوا، ولا حتى تخليوه مفتوح، عندكم حرية الاختيار. نحط جزء الوسط مع الوسط، وبالنسبة للجهة السفلية راح ترتفعوا بحوالي 4 أصابع اللي هي قيمة 7 سنتيمتر. هذه القيمة تحددوها كما تحبوا. اللي تحب انها تطلع اكثر تطلعوا عادي، على قد ما راح تطلعوا على قد ما راح تزيدوا في الكشكشة في المنتصف. ندور عليه كامل بليزيبانغل ونخيطه على بعد نصف سنتيمتر كما متعودة اني نخدم معكم. وهنا لاحظوا معايا الموديل في نتيجته النهائية خرج من أروع ما يكون. موديل صيفي حلو بزاف خلاص في اللبس تاعو. لاحظوا معايا كنت زينته بهذا لي باغل اللي يلصقوا بلاكول. واللي تحب انها تزيد القالون من الجهه اللي جايه كاري، وايضا الكروازي الثانيه تحتاج 3 متر من القالون. طبعا التزيين على حساب الطلب ولا على حساب اختياراتكم. لاحظوا معايا المونش الكروازي تحبوا تغلقوه ولا تخليوه مفتوح كما تحبوا. كان هذا الموديل تاع اليوم. حاولت اني نشارك معكم خطوه بخطوه. موديل سامبل وحلو وروعه في اللبس تاعو، فقط ب2 متر من لافيبران.
نكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. كما عودتكم دايما أي سؤال ولا أي استفسار حطوا لي فقط في التعليقات وراح أرد عليكم بإذن الله. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد ونخليكم في أمان الله.